المصري اللي عامل هوجة، الناس اللي كل شوية وزهقنا كلام الاسعار، الدولار يتحرق، الدولار يولع، الدولار. انت مؤمن؟ انت موحد بالله؟ يترفع الدولار، ينزل الدولار، رزقك على الواحد القهار. انا مش عايز اقول اللي بيتكلم في الاسعار وبيتكلم في الغلاء وخايف من الفقر وخايف من ضيق الرزق ده ضعيف الايمان، لانه ما يعرفش ان الذي تولى الارزاق من استوى على العرش. خايف من الرزق ليه؟ قالوا للامام الشافعي ارتفعت الاسعار، قال انزلوها بتقوى العزيز الغفار. لا تقول دولار ولا تقول حكومة، راجع نفسك. فين المسلمين اللي بتتكلم في الغلاء وارتفاع الدولار في صلاة الفجر؟ بقالك كم سنة ما صليتش الفجر؟ اللي دايس على اخته واكل حق اخته ببطنه ويرجع يقول لك الغلاء. من اسبوعين بس، اسبوعين، في قرية تابعة لشربين في الدقهلية امرأة دخلت والرجال بيشيعوا جنازة كما فعل. توحد الله، شايلين الجنازة وداخلين يدفنوا والرجالة واقفة منتظرة الرجل يخلص دفن، واذا بامرأة تصرخ في وسط الجنازة في المقابر: وصلوني للقبر. قالوا لها ما ينفعش يا حاج، في رجالة واقفة، عيب، انت ست كبيرة. قالت لازم اوصل لان اللي بيدفن ده اخويا، وفي كلمتين عايز اقولهم لاني لو ما قلتهمش هتعب وهموت. يا ست اصبر اما الناس تمشي. قالت لازم اخش. اخترقت الرجال ووصلت الى قبر اخيها. انظر يا مسلم، انظر يا اللي عايز تاكل الدنيا كلها ببطنك وما انتش شبعان، معاه فلوس في البنك وعامل شهادات استثمار وجايب رز يكفيه سنة وعنده كل خير يكفيه 10 سنين، ويقول لك الغلا والاسعار. يا اخي والله العظيم اما وحدت الله وحمدته هتزول من وشك. احمد ربنا واعجل كده، اعجل وفوق احسن ما يسحب النعمة منك. في ناس اهي انت بتقوم الصبح بنتك في الدار، ابنك في الدار، مراتك في الدار، فطارك في الدار. في ناس اهي في مستشفى السرطان بيصحوا الصبح على الخراطيم، بيقوم الصبح من النوم يطلع على المستشفى عشان يغسل كلى، بيروح الدار بالليل لازم ياخد حباية عشان ينام، وانت بتحط دماغك على المخدة بتشد على الربع اوتوماتيك. دي بمليارات الجنيهات. واحد بيقول له انت نسيت الولية الست اللي دخلت عند القبر. لا ما نسيتهاش. فلما دخلت عند القبر الرجل بيدفن ونظرت الى قبر اخيها، الى جثمان اخيها لسه ما اتقفلش عليه، ورفعت يديها الى السماء وقالت: يا إن هذا أخي بين يديك وأنت تعلم أنه ظلمني وأكل حقي وقهرني. أشهدك يا رب إني مش مسامحاه وبدعيك إن أنت تجعلها ليلة سودة عليه. إيه يسوى الدنيا؟ إيه لو ملكت الدنيا بسياراتها وعمارتها وبنوكها قصاد دعوة زي ديت وأنت لا تملك شيء؟
اخته بتقول ربنا يجعلها ليلة سود عليه. يا جماعة انا اسف معلش في اللي انا هقوله، الناس فاهمة الدين غلط، الناس فاهمة الدين غلط. الصراط اللي انت هتعدى عليه صراط يا عم، وعارف صراط هو في دماغه اصلا؟ عارف الصراط ده مضروب على جهنم، احد من السيف، احمى من السيف، واحد من الشعرة. هتمشي عليه والدنيا ظلمة، في كلوب هيشدك من لحمك اسمه كلوب الرحم. اختك اللي انت كلتها ديت لو ما رجعتلهاش حقها دلوقتي هيشدك من لحمك ونزلك في جهنم. فبادر، بادر من الآن قبل أن يداهمك قطار الموت. اسمع، إنما الدنيا فناء ليس للدنيا ثبوت. إنما الدنيا كبيت نسجته العنكبوت. الدنيا دي كلها بأموالها عاملة زي بيت العنكبوت، بالمجشة تروح هده في ثانية. عارف الكراسي اللي انتوا قاعدين عليه بتوع الفراش رصوها في 3-4 ساعات، الخيمة ده في 3-4 ساعات. بعد ما نخلص الكراسي هتلبس في بعضها بعد ما الشيخ احمد يصب في نص ساعة. ربنا يقعد يديك في سنين وياخد منك في ثانية، في لحظة تبص تلاقي نفسك فين؟ هناك. لقد كنت في غفلة. اللي جابني هنا ده نسيت وخلي بالك بقى بمناسبة الرز، الجماعة اللي ما تطلعوش زكاتهم، ربنا دلوقتي بيقول لك على الطن 50 كيلو، وتيجي انت في الجامع تقول الله اكبر، هيصلي الظهر وشكرت الرز. شكرت الرز دي هتخلي حياتك طيب واخرتك عطيان. لازم تطلع زكاتك قبل ما يقيد لك ثعبان يجري وراك في عرض المحشر. انما الدنيا فناء ليس للدنيا ثبوت. انما الدنيا كبيت نسجته العنكبوت. اسمع، يكفيك فيها يا ابن آدم قوت، وعما قريب الكل سيموت، فالحق نفسك قبل ما الوقت يفوت. قل خيرا تجنيه او تحلى بالسكوت، ووحد صاحب العظمة والملكوت. فعايزين نرجع لربنا، وعايزك تعلم ان الارزاق بيد من؟ ما تقول بيد من؟ عارفين سيدنا موسى؟ سيدنا موسى مر يوما على حجر اصم. هقول القصة دي واختم عشان ما اطولش عليكم. فربنا عايز يعرفه طلاقة القدرة. قال يا موسى اضرب بعصاك الحجر، فلما ضرب الحجر انفلق نصفين. فلما انفلق نصفين رأى موسى ما يدهشه. ما توحدوا، وحد الله كمان مرة. سيدنا موسى لقى ايه بقى في الحجر؟ معايا يا شيخ احمد؟ لقى ايه؟ دودة حمراء بجوارها أناية ماء. فقال موسى يا رب دودة حمراء بجوارها أناية ماء في صخرة صناء، وأنت لا تغفل عنها يا من رفعت السماء. دودة داخل صخرة صناء وبجوارها أناية ماء، وأنت لا تغفل عنها يا من بسطت الأرض ورفعت السماء. فقال يا موسى أتدري بأي شيء تذكرني هذه الدودة؟ اسمع يا موحد، اسمع اللي مشغول بالأهلي والزمالك، اسمع اللي مشغول بالدوري والكاس والصوبر يا بتاع الصوبر. هما في القبر الملكين هيجيبوا لك سيرة الصوبر. امال محزن نفسك ما يندهج الصوبر ولا يولع الصوبر؟ ده 3 أسئلة ليا ولك ولشارون وللدنيا كلها. من ربك
ما دينك؟ ما الرجل الذي بعث فيك؟ اوعى تقول له بقى انا بني عماره في السنبلاوين وعنظر، مالوش دعوه. ما الذي قدمته لله؟ شوف ربنا بيقول لي ايه لموسى. عارف الدوده ده ايه بتقول ايه يا موسى؟ قال له بتقول ايه يا رب؟ قال له بتقول سبحان من يراني. يا راجل اذكر الله. الدودة بتقول سبحان من يراني، سبحان من يراني ولا يخفى عليه مكاني، سبحان من يرزقني ولا ينساني. يبقى رزقك جاي فما تقلقش، اطمئن، لان الارزاق بيد الملك الخلاق، لا تقلق. الامام الشافعي كان بيطلع من بيته ويقول توكلت على الله خالقي وايقنت ان الله لا شك رازقي. شوف اليقين، وحد الله. هنختم اهو. توكلت، اسمع ديت، وحد الله. الامام الشافعي بيقول ايه؟ توكلت على الله خالقي وايقنت ان الله لا شك رازقي، وان يك من رزق لن يفوتني ولو كان في قاع البحار العوامق، سيأتي به الله بفضله لو لم يكن مني اللسان بناطقي، فعلى اي شيء تذهب النفس حسرة وقد قسم الرحمن رزق الخلائق. الحاج محمد نسأل الله ان يغفر له وان يرحمه، كان معانا في مسجد الاوقاف، ودائما ما رأيته في المسجد الا قبل الاذان او عند رفع الاذان. والناس اللي بتيجي بتصلي ماليش دعوه من اللي بتصليش ده، يكفينا شره، ربنا يهديه. الناس اللي بتيجي متاخره اللي بتصلي يبقى قاعد في الدكان وتلبد ويجي يقول لك انت بتجيب الصلاه بدري ليه؟ ما تتحرك، ربك انت عليك، فتح الدكان ليه؟ عايز اقول له كلمتين من سيدنا النبي. الناس اللي بتتاخر عن الاذان يقول لك استنى اما يقيموا الصلاه، استنى اما يخلصوا الركعه الاولى، ويجي يقول لك انتوا قمتوا بدري. عايز اقول له كلمتين من سيدنا النبي، هتسمعوهم؟ هتسمعوهم؟ عارف سيدنا النبي قال ايه؟ المتاخرين عن الصلاه متاخرين عن دخول الجنه وان دخلوها. لو دخلوا الجنه ربنا يقول لهم خليكم انتوا في الاخر، مش انتوا كنتوا تيجوا متاخرين؟ خليكم برضك متاخرين، لان في ايه في سوره الواقعه بتقول ايه؟ والسابقون السابقون اولئك المقربون. اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم ابدله دارا خيرا من داره، واهلا خيرا من اهله، وولدا خيرا من ولده يا رب العالمين. اجعل هذه الليلة اسعد الليالي عليه. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وان كان من خطأ او سهو او نسيان فمني ومن الشيطان. اعوذ بالله ان اذكركم به وانساه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.